السلام عليكم يا أحلى متابعين. بنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بعد النهاردة مع حلقة جديدة من مسلسل Tales of Ark River. يلا نبدأ مسلسلنا الجديد على طول. بنتعرف في البداية على السيد تانج اللي كان بيعزف موسيقى تحت المطر وبيقول أبيات شعر عن الجو البارد. جاله مويو أكبر قاتل في عيلة سو ولقبه هو شبح المظلة، وكان بيتعامل مع السيد تانج بأدب، ولأن السيد تانج عارف وجوده عنده معناه إيه فهاجمه بسلاحه. بس طلع ظنه غلط، لأن مويو كان جاي يتفرج وبس على القتال بين القائد الأعلى والسيد تانج، واللي كان جاي له حسب الاتفاق بالقتال اللي تم بينهم من 40 سنة بعد ما السيد تانج هزم القائد الأعلى. المرة دي القائد الأعلى هو اللي فاز، وما اكتفاش بالفوز وبس، لكن كمان قتله، لأن في شخص اتفق معاه على قتله. وقرب مويو من القائد الأعلى علشان ياخده ويمشي، فلقاه هو كمان مجروح بسلاح سام وبيموت. كان عايز يرجعه للنهر المظلم بسرعة علشان يتعالج، لكن القائد الأعلى رفض وطلب منه يوديه لمدينة شيان علشان يدوروا على طبيب اسمه هواي، وده أكتر شخص ممكن يساعده في الوقت ده. ركبوا العربية واتحركوا لحد ما وصلوا لغابة الخزيران. وقتها وقعوا في فخ الضباب، وظهر لهم يونزي من عيلة مو، وقال لمويو إنه جاي يقتله وينقذ القائد الأعلى من إيده، وفعل تشكيل الباب السحري، وبقى مويو محاط بأرواح 17 طفل عمالين يطيروا حواليه ويعملوا أصوات مزعجة. فاستخدم مويو سيفه وبعدهم كلهم عنه وهجم على يونزي، بس معرفش يجرحه. ولسه يونزي بيقول له انه بطيء قوي، لا عربيته اتكسرت لقطع، واستغرب ازاي قدر مويو انه يعمل كده، ووقف على فرع شجرة. فاستخدم مويو سيفه وحدف عليه طينة من الأرض، ففضل يونزي يصرخ ويقول له انه هدومه اتبهدلت وسابه وطلع يجري. ورجع مويو للقائد الأعلى وقال له انه خبر إصابته وصل لعيلة مو، وعلشان كده جم يخلصوا عليه. طلب منه القائد الأعلى انه يسيبه مع الحراس ويروح للمدينة يجيب منها الطبيب قبل ما يقتلوه، وكان مويو مش عايزه يسيبه ويمشي لأن دي حاجة خطر. بس القائد الأعلى طمنه انه سيطر على السم بشكل مؤقت ومش هيجراله حاجة على بال ما يرجع. وقبل ما مويو يمشي قال له القائد انه طالما عيلة مو وصل لها الخبر يبقى اكيد عيلة سو هي كمان هتعرف، وسأله هيبقى ايه رد فعله لو ده حصل. لبس مويو القناع بتاعه وقال له انه اسمه شبح المظلة، وهو عيلته اللي يعرفها واللي بيدافع عنها، وسابه وراح ينفذ كلامه على طول. وقابل في الطريق بنت جميلة جدا، بس اللي لفت نظره ليها هو صندوق الأدوية اللي هي ماسكاه، ويسألها عن مكان الطبيب هواي، وطلعت شغالة معاه وقالت له إنها على معرفة قوية بأمور الطب وهتيجي معاه تساعده. وأول ما وصلوا لمكان القائد الأعلى وشافت الحراس اللي حواليه قلقت منهم وكانت عايزة تمشي، بس مويو طمنها وأخدها ودخلوا ليه. القائد الأعلى كان يعرفها وقال لها إن آخر مرة شافها فيها كانت لسه طفلة صغيرة، وهي قالت له إن آخر مرة شافته فيها كان قاتل مستعد بسيفه في أي لحظة. وقربت منه قاست نبضه، وبعدها حلبت عليه إبر علاجية، وكان مويو هيرفع عليها سيفه، فطلبت منه إنه يهدى لأنه لو وترها إيدها هترتعش وهيبقى ده خطر على معلمه. وعرفت إن السم اللي في جسمه ده خاص بالسيد تانج، وسألتهم عليه لأنه هو الوحيد اللي معاه الترياق. ولما عرفت إن القائد الأعلى قتله قالت لمويو إنها هتعالج القائد بس بشرط إنه يدفع لها مبلغ كبير. ولما وافق قالت له إنها كده هتجرب تعالجه الأول، ولو ما ماتش يبقى يدفع لها. وطبعا مويو سمع كده كان عايز يقتلها، بس القائد الأعلى عرف إنها بتهزر لأنها باي تلاميذ الطبيب هواي أفضل طبيب في الإمبراطورية كلها، وكل ده كانت بتهزر معاه. وأخدت باي طبق بسكويت وخرجت تاكله. قالت لمويو إن القائد مش هيموت النهاردة لأنها منعت انتشار السم في جسمه. سألها تعرفهم منين؟ قالت له إن قصتهم أشهر قصة في العالم، كل بيتكلم عن أكبر منظمة للقتلة واللي بتتكون من 3 عائلات، سو وشي ومو. هما ال3 متحدين وكل عيلة منهم ليها دور مختلف، وكل كام سنة بينتخبوا واحد منهم يبقى القائد الأعلى لل3 عائلات. وبما إنه لابس قناع شيطاني وبيخدم القائد بالشكل ده وقريب منه على طول يبقى هو كوي. وحكيت له عن موقف حصل قدامها بين 2 من عيلة سو وهما العم زي وسو تشانجي. قالت له إنهم كانوا بيتفقوا على قتل القائد الأعلى. طلب مويو من واحدة من الحراس اسمها رابت إنها تاخدها وترجعها على القصر بتاعها، وللصبية بتتكلم معاه طلب منهم يتحركوا بسرعة، وفعلا اتحركوا على طول. وقف هو يواجه 2 مقاتلين جايين يقتلوا القائد الأعلى من عيلة شي، وعملوا حجة إنهم عايزين يدخلوا يطمنوا عليه. عمل مويو خط قدام المكان، قال لهم إن دي حدود، وطلب منهم محدش يتعداها ويرجعوا لعيلتهم يطمنوهم. ولما المقاتلين رفضوا وقف مويو قتلهم وضربهم وحط السيف على رقبتهم، وقال لهم إن الآخر مرة هيقول لهم إن مويو بخير ويقدروا يمشوا. خافوا ومشوا، وظهر سوتشانج هو كمان وقال له إنه عارف إن القائد الأعلى في كل الحالات هيموت، ولو هو قتله وأخد منه السيف واداه لرئيس عيلتهم وقتها هيخيروا إما يفضل كوي ليه أو يرجع لعيلة سو يبقى شخص عادي، أو يديله الحرية ويسيب العيلة ويروح لأي مكان يحبه. وفكروا بفضل عيلة سو عليه،
بس مويو كان له رأي تاني وقال له إن دلوقتي كوي يعني حارس شخصي للقائد ولازم يحميه. فظهر العم زي وقال له إنه هيتحد مع سوتشانجي ومش هيبقى قدهم، وبرضه قال مويو إنه مش هيستسلم. وفي قاتل سوتشانجي وفهم العم زي سوتشانجي إنه يشغل موي في القتال على بال ما يدخل القائد الأعلى ويقضي عليه. وهما بيتقاتلوا جالهم واحد من عيلة مو فجرحوا سوتشانجي وخلاه يهرب علشان يتعالج قبل ما يموت. وقف سوتشانجي القتال مع مويو وقال له انهم اخوات علشان كده هيسيبه يفكر تاني في العرض اللي قال له عليه، واخد العم زي ومشي. اما باي فحاولت تخلص جسم القائد الاعلى من السم اللي في جسمه وتعالجه على قد ما تقدر. وبعد ما خلصت جلسة العلاج قالت له ان بعد جلسات علاجية كتير ممكن يعيش لمدة 6 شهور. ومن ناحية تانية رجع مقاتلين عيلة شي للقائد بتاعهم وقالوا له انهم فشلوا في مهمتهم ومستعدين للعقاب. كانت اجابته عليهم غريبة جدا، لانه كان متوقع فشلهم لانهم اكيد مش هيقدروا يواجهوا مويو. بس في حل تاني وانهم يعملوا معاه صفقة. لسه هيقول لهم التفاصيل كان سوتشانجي دخل هاجمهم هما التلاتة وضربهم، وقال للقائد انه مجرد شبح مريض ومش عارف يعمل اي حاجة ولا هيقدر يعمل حاجة. فهجموا عليه تاني علشان الاهانة دي، لكنهم ما قدروش عليه. وبعد ما علمهم درس قوي اخد العم زي ومشي من عندهم. وقال للعم انهم لازم يموتوا مويو لانه مش هيستسلم. والطبيبة باي رايحة جاية على القائد الاعلى، كل ما الوقت هيعدي هيبقى موقفهم اخطر لو القائد فعلا استرد صحته. وبعت له بنتين قتلة علشان يهاجموا مويو، وهو فضل يصدهم ويبعدهم عنه لحد ما انتصر عليهم. عرف ان سوتشانجي هو اللي بعتهم ليه ومويو ما اذاهمش، وفتح المظلة بتاعته وسابهم ومشي. وفي الوقت ده قرر انه يبعت القائد الاعلى مع الطبيبة باي لمكان جديد. وفي الحراس كمان عملوا تكوين حوالين البيت اللي هم قاعدين فيه علشان محدش يعرف يوصل لهم. بدأت الطبيبة باي علاجها بالإبر الصينية، وقالت للقائد الأعلى إنه هيتألم لأنه هيدخل جوه ذكرياته. أما ميو فقابل سوهوي من عيلة سو، وبرضه سوتشانج هو اللي كان بعته، وقال له إنه مش هيقتله بالسيف لكن جاي يلعب معاه شطرنج، ولو كسبه يسيبه يقتل القائد الأعلى. ولعبوا الشطرنج بأحجار كبيرة على الأرض. وقال له سوهوي إن الموضوع مش مستاهل لكل القتالات والحروب اللي بيدخلها، لكن مويو كان ليه رأي تاني، وإنه كان شايف فضل القائد الأعلى عليه وإنه أنقذهم من مواقف كتيرة. وبرضه فكروا سوهوي إنهم كلهم عيلة واحدة ومش لازم يقفوا قصاد بعض، بالعكس لازم يساعدوا بعض. ولو كبير العيلة هو اللي بقى القائد الأعلى الجديد فده هيبقى مصلحة ليهم كلهم. ولأن مويو كان بيعتبر سوهوي معلمه وفي مقام أخوه الكبير، اتكلم معاه وقال له إن دلوقتي في منصب كوي ولازم يلتزم بقواعد وظيفته، وهجم عليه. ومن ناحية تانية كانت الطبيبة باي واقفة مع رابط قدام القمر وقالت إنها شبه القمر. فاستغربت رابط إنها بتقول عليها جميلة وهي أصلا مش شايفاها لأنها لابسة قناع. فقعدت مع باي وقالت لها إنها طبيبة صحيح، بس كمان بتقدر تقرا الوجوه وبتحس بالقلوب، وإنه بتقدر تتخيل شكل اللي قدامها. وسألتها عن اسمها الحقيقي فقالت لها إنه يومو. واستغربت باي لأن اسمها عكس اسم مويو، وقالت لها إنهم لو اتجوزوا هيبقوا ثنائي حلو جدا. فضلوا يتكلموا ويضحكوا، وأكدت لها يوم إنهم مجرد أصدقاء وبيساعدوا بعض وبس، وإن مويو أصلا شخص ما عندوش مشاعر تجاه أي حد ولا حب ولا كره. وحست يوم إن في حركة غريبة في أوضة القائد الأعلى وكانت عايزة تدخله، بس باي منعتها وقالت إن ده جزء من العلاج. ولما رابط أصرت أخدتها ودخلت له، وكان القائد لسه محاصر في أحلامه، افتكرهم أشباح وكان هيقتلهم، بس لحسن الحظ إنه فاق وطمنهم إنه بخير. كملت باي علاجه وهو سأل عن مويو لو وصل. لما قالوا له لسه قلق عليه وقال لهم إنهم لازم يخلوه يرجع لهم بأي تمن. قالت له باي إن مويو هو قطعة الشطرنج الكسبانة وعلشان كده مش قادر يستغنى عنه خالص. وبمناسبة الشطرنج فمويو كان لسه بيلعب مع سوهوي، وطلب منه يعمل حساب الصداقة القديمة ويسيبه يمشي، بس سوهوي رفض وقال له إنه مش هيقدر يعمل كده، ولع عود بخور تاني وقال له إنه هيسيبه يمشي لما يخلص. قعد يقنعه إن الوضع مع القائد الأعلى دلوقتي مش كويس، وسوتشانج ناوي يعمل نهر مظلم جديد، وبرضه أصر مويو على موقفه. وأول ما عود البخور خلص قام علشان يمشي. قام سوهوي في الوقت ده ووقف قدامه وقال له إنه ممكن يمشي بس بعد القتال، وبسرعة البرق اتحرك وكسر له سيفه ومشي. وبعد شوية لقى القائد الأعلى بيكسر الحيطة عليهم بالعربيات. أخده هو وباي في عربية وركبت رابط معاهم، فقال لها إن الأفضل لو ما تجيش معاهم. ففهمت رابط إن ده مش مويو وبدأت تقتله لحد ما وقعها من العربية وكسر القناع بتاعها. قال لها إن اسمه ليانيو، وقال لها برضه إنه من عيلة تانج، وكان كل همه إنه يقابل القائد الأعلى علشان ينتقم منه على قتله لتانج. واستخدمت رابط مصفوفة الوهم هجمته بيها وخلت عناكب كتيرة تهجم عليه، ففهم الحيلة وهاجمها وقال لها إنه مش خايف منها. فاستخدمت رابط السحر وخاصية التناسخ، عملت من نفسها 3 نسخ هجمته بيهم، وما كانش عارف يهاجمها ولا حتى يلمسها. قالت له إنه مش قدها والأفضل ليه لو يمشي من قدامها، لكن برضه كبرياء وخليه رمى عليها سكينته، وبيقول لها إنه عارف أسلحتها السرية ومش هيرحمها. وفضلت رابط تهرب من ضرباته وهاجمته بالعناكب تاني، وقالت له إنها تحوله لتمثال تلج.
فجاء وقتلهم كلهم بقوة النار، فجريت استخبت منه ورا صخرة. طلعت مثلث عليه الخوف وإنها بنت ضعيفة وما تستحقش أي حاجة وحشة، لكن هو قال لها إن الحيل دي خلاص مش هتأثر فيه تاني. طلع الإبر السامة علشان يقتلها بيها. طلبت منه يقتلها بطريقة تانية أكتر رحمة، أو حتى على الأقل يوري لها أسلحته السرية قبل ما تموت. فوافق وطلع لها أول سلاح هو وردة الدم. ده لما بيخترق جسم الإنسان بيفجر كرات الدم. فقالت له إن السلاح ده عجبها جدا وعايزة تموت بيه، فحدف عليها الوردة. بس قبل ما توصل ليها كان مويو وصل وصدها ووقف يقتله. رمى عليه دخان سحر اختفوا بيه، ورمت عليه رابط تعويذة العناكب تاني وأخدها مويو على ظهره وجري بيها. ولما بعدوا عنه خالص سألها مويو عن قناعها. قالت له إن ليانيو كسروا علشان يشوف جمالها. فغير مويو الكلام وحكى لها على كل اللي واجهه في الطريق. فضلوا ماشيين لحد ما اشتروا عربية من واحد في السوق. ساها مويو علشان يروح بيها للقائد الأعلى. ما كانش يعرف إنه سيتشانج والعم زي كانوا متابعين خطواته، وهما كمان اللي بعتوا له العربية دي. وكل ده كان من أفكار سيتشانج اللي قال لهم إنهم لازم يقتلوا القائد الأعلى في المدينة اللي هو رايحها علشان يلاقوا حد يساعدهم هناك. اتفقوا مع المعلم سوهوي على كده، وحكى للعم زي إنه لما كان صغير ماشي في الغابة خايف وظهرت له أضواء مخيفة فضل يجري منها لحد ما وقع في حفرة عميقة وقالوا إنه خلاص هيموت. ووسط اليأس ده لقى مويو نزل له حبل علشان ينقذه، وقالوا إنه لاحظ إنه الوحيد اللي ما كانش موجود على العشاء فخرج يدور عليه. ولما خرج سألوا مويو عن السبب اللي خلاه يخرج للغابة في وقت متأخر كده. قال له إن الولاد خدعوه وطلبوا منه يخرج يقابلهم وهم في الحقيقة عاملين له فخ. طلب منه مويو إنه يخليه جنبه من يومها. هما بقوا أصحاب ودايما بيتدربوا مع بعض، والمنافسة بينهم كانت مش بتخلص. كانوا يتامى مش معروف عيلتهم هما وكل المجموعة، حتى كانت أسمائهم عبارة عن أرقام، ومحدش كان قوي غيرهم هما الاتنين. اختارهم سوهوي علشان ينضموا لعيلة سو، أخدهم لبرج وانجشو علشان يعيشوا ويتدربوا هناك. ووداهم سوهو مكتبة مليانة بكتب التقنيات علشان يتعلموا منها وينموا مواهبهم. واختار مويو انه يتخصص في نوع قتالي محدش قرب منه ولا اتعلمه من يوم ما كبير العيلة مات، وده خلاه مميز جدا وبيتقدم بسرعة. سألوا العم زي عن السبب اللي خلاهم يتعينوا في نفس المجموعة. قال له سيتشانج انهم كمان استغربوا جدا، لكنهم فهموا ان ده حصل علشان يساعدوا بعض، وعيلة مو ما تقدرش تأذي حد منهم. وفعلا ده اللي حصل لما حاوطهم مجموعة مقاتلين علشان يقتلوهم في مسابقة العائلات. فوقفوا في وشهم وقسموا عددهم عليهم وقدروا انهم يهزموهم. وفرح مويو جدا وقال ان الموضوع خلاص انتهى. بس سيتشانج كان ليه رأي تاني، وطلع سكنته وقال له ان قوانين المسابقة بتقول ان لازم شخص واحد بس هو اللي يفضل للنهاية. طعن نفسه بالسكينة وقال له مويو ان كده بيسدد دينه القديم له. بس مويو مسك ايده ومنعه انه يعمل كده، وقال له ان محدش منهم هيموت، واخد وسنده علشان يخرجوا من حلبة القتال. كان كبير عيلة مو موجود اصلا، ومتغاظ ان عيلة سو بقى معاها 2 اقوياء كده، لان ده يعتبر تهديد ليهم. وكان عنده امل ان واحد منهم يموت ويفضل لهم واحد بس. لكن لما لقاهم مش هيموتوا بعض، قال ان لازم هما الاتنين يموتوا طالما مش ملتزمين بالقواعد. وده اللي كان متوقعه سوتشانجي. بس مويو صمم انهم هما الاتنين هيعيشوا، وده اللي قاله لكبير عيلة مو وصمم عليه. حضر كبير العيلة ضربة مميتة ليهم هما الاتنين، لكن القائد الأعلى وصل ومنع إن حد يموتهم. وقال له مويو إن لو سابهم عايشين فهيغيروا النهر المظلم للأحسن خلال 6 سنين بس. فوافق القائد الأعلى على الاتفاق ده، وقال لمويو إن ده لو ما حصلش خلال المدة اللي حددها هيقتلوا بنفسه. وسألهم عن العيلة اللي حابين ينضموا ليها. اختاروا إنهم ينضموا لعيلة سو، وحكى له مويو حكايته من البداية، وطلب منه إنه يبقى اسمه مويو وده معناه المطرة. واختار سوتشانجي اسمه وكمان ومعناه الطموح. وفأسوتشانج من ذكرياته على سؤال العم زيو ومستغرب إن بعد ما القائد الأعلى أنقذ حياته برضه عايز يموته. قال له سوتشانج إن ولاؤه لسيد العيلة أكبر. وبننتقل لمويو اللي كان ماشي بالعربية بسرعة كبيرة وكمان من غير ما يرتاح، ومع ذلك برضه وصل لهم ليانيو. فوقفت رابط تواجهه وطلبت من مويو إنه يهرب، وطمنته إنه مش هيقدر عليها. واستمر القتال بينهم لأيام، وفي الآخر لفته بخيط العناكب وعملته زي الشرناقة. أما بايو القائد الأعلى فأخيرا وصلوا لمدينة كيشياو، وقال لها تاريخ السلاح مع أهل المدينة. ووصل بعدهم سوتشانجي والعم زي. أخيرا وصل القائد الأعلى للمكان المعروف باسم قصر عش العنكبوت. وبمجرد ما نزلوا من العربية لقوا مقاتلين من عيلة شي هجموا عليهم، ومعهم كبير عيلة شي. وقرب من القائد الأعلى وقال له إنه فقد قوته والأفضل ليه إنه يستسلم ويعيش بعيد عن كل الصراعات دي. ولما القائد الأعلى رفض إنه يستسلم ويتنازل له عن منصبه، قال له كبير عيلة شي إنه ما سابلوش خيار تاني، وطلع سيفه وهاجم بيه القائد الأعلى. وفي الحراس بتوعه يقتلوا الحراس التانية. وكان مويو خلاص قرب يوصل، بس وقفوا يونزي من عيلة مو وفي قتله تاني. طلب منه مويو انه يبعد عن طريقه، بس يونزي رفض وفضل يحاول يقضي عليه. فطلع مويو المظلة بتاعته اللي كانت مليانة سلاح ضربوا بيها، وركب الحصان بتاعه وهرب راح يلحق القائد الأعلى.
وفي نهاية قتال القائد الأعلى واللي معاه انتصروا، لكن وقع في الأرض وقال لباي إنه خسر كل قوته وحاليا خلاص بيموت. فطمنته باي وقالت له إنه مش هتسيبه وهتعالجه. دخلته على أوضة واستخدمت الإبر الصينية بتاعتها عليه وخرجت سم البخور اللي حدفوا عليه مقاتلين شي. قال لها إن اللي رمى البخور ده واحد من عيلة مو مش من عيلة شي، وهو عارفهم كويس وعارف أساليبهم لأنه هو كمان من عيلة مو. وسأل عن مويو إنه كان وصل ولا لسه، لأن مويو وشي مش هيسكتوا وهيقولوا تاني. وما بيتكلموا كان راجل عش العنكبوت جاله ورحب بيه وكان فرحان بوجوده وطلب منه يدخل التشكيل الصامت اللي يعتبر أكتر مكان محمي في العالم. ما كانش يعرف باي ومش عايز يدخلها مع القائد الأعلى، فعرفوا عليها القائد وقال له إنها أفضل طبيبة. قالت له باي إنها ممكن تعالج أعوجاج ظهره، لكن رجل عش العنكبوت قال لها إنه خلاص اتعود عليه، ده غير إن كل الأطباء قالوا له إنه مش هيخف. قالت له إنها مختلفة عن كل الأطباء ولا دفع لها المقابل اللي هي عايزاها تعالجه. كان عنده فضول يعرف السعر، فقالت له إنها تاخد القصر ده ليها، وطبعا رفض رجل عش العنكبوت. ووصلهم لقاعة علشان يرتاحوا فيها، وبلغ القائد الأعلى إنه لو احتاج أي حاجة فيقدر ينادي عليه. دخل القائد يرتاح وقال لها إنه وثق فيه من سنين كتيرة، ومع إن بقاله 30 سنة ما شافوش بس هو متأكد إن لا يمكن يبيعه. فضل باي تعالجه لحد ما الوقت اتأخر، فطلبت منه يرتاح وخرجت تقف في الهواء. وقتها جه شخص هاجمها من غير تفاهم ومن غير ما يفهمها عايز إيه. حتى لما سألته يبقى مين ما ردش عليها وحدف عليها سكينته، بس لما لقاها تفادته استغرب إنها تعرف أسرار قتال عيلة سو. قال إنه كان فاكر إنه يقدر يقضي عليها بضربة واحدة، لكنها فاجئته. ردت عليه بأنها هتفاجئه أكتر وحدفته بإبر سامة وحطته بخيوطها من كل اتجاه لحد ما كتفته، ودي كانت مهارة قتل في مستوى عالي جدا. وهددته إنه لو اتحرك حركة واحدة فهيموت، وندهت على الحراس علشان يمسكوه، لكنه كان سريع جدا وقدر يقطع الخيوط وقرب منها بسكينته علشان يطعنها بيها. وما كانش قدامها أي حل تاني غير إنها تستسلم، بس لحسن الحظ إن مويو وصل وصد ضربته وكشف شخصيته وطلع سوتشانجي. فجري باي وقفت ورا مويو علشان يحميها، وهو وقف يقاتل سوتشانجي بسيفه. طلب منه ما ينساش اللي كان بينهم ويمشي، وفعلا مشي، بس هو بيقول له إن الموضوع ما خلصش بالشكل ده وإنه هيرجع له تاني. كانت باي متضايقة جدا من الخطر اللي بقت عايشة فيه، فاعتذر لها مويو ووعدها إنه مش هيسمح لأي حد إنه يأذيها وهيدافع عن حياتها بكل قوته. وثقت فيه باي وقررت إنها تكمل رحلة القائد العلاجية. أما سوتشانجي فرجع لكبير عيلة سو واعتذر له إنه اتأخر عليه، وطبعا كبير العيلة فضل يلومه ويقول له إن كل ده غلطه. وعد سوتشانجي إنه هيقتل القائد الأعلى ويسلمه سيفه في خلال 10 أيام مش أكتر. فوافق كبير العيلة وقال له إنه بيتمنى إنه ما يخذلوش، لأنه عارف إنه بيحاول ما يأذيش مويو لأنه صاحبه. وبنرجع تاني لمويو اللي كان بيحاول إنه يكتشف 36 فخ اللي موجودين في قصر عش العنكبوت، وكان واحد من الحراس اللي معاه هو كمان من عيلة سو. ولما مويو حس إنه ممكن يكون جاسوس فكره إن ولاءه لازم يكون للقائد الأعلى من وقت موافق إنه يكون الحارس بتاعه. ووقف قال قسم الولاء. وافتكر مويو وقت ما أعلن القائد الأعلى عن بداية المسابقة بين أفضل المقاتلين من ال3 عائلات، وقال إن الفائز هيبقى هو الكوي. وقاتل مويو ضد رابط وسوتشانجي ومقاتلين تانيين كتير، وقدر إنه يهزم كل المقاتلين واحد ورا التاني لحد ما فاز بالمنصب ده وأخذ القناع الشيطاني. وطلب من القائد إنه يختار فريقه براحته من ال3 عائلات. لبس مويو القناع وأقسم بالولاء، وكل الكلام ده قالوا مويو للحارس وفكروا بيه، بس الحارس قال له إن القائد خلاص بيموت ولازم يشوف مصلحته. فكسر مويو سلاح الحارس واداله فرصة إنه يمشي. ورجل عش العنكبوت كان واقف وسامع كل حاجة واستغرب من طريقة مويو، وقال له إنه برغم إنه قاتل بس قلبه طيب. وللأسف المؤامرات كانت مستمرة ومحدش من العائلات ال3 عايز يستسلم. بعد كبير عيلة شي واحد من أفضل المبارزين لقصر عش العنكبوت علشان يقتل مويو والقائد الأعلى مقابل مبلغ كبير جدا. واتحرك المبارز على هناك وقابل في طريقه الحارس اللي لسه مويو ضربه وطرده من القصر، وما كانش المبارز يعرف كده وقتله. وظهرت شيوي من عيلة مو وفي تقاتل المبارز علشان هي لوحدها اللي تقتل القائد الأعلى. وكان سوتشانجي متوقع كل ده وقال إن اللي عايز يكسب لازم يصبر ويسيبهم يخلصوا على بعض. وانضم للقتال كمان مقاتلين تانيين من عيلة مو، كان واحد فيهم هو موباي. وفي الآخر اتفقوا إنهم يتحدوا ويكتشفوا قصر عش التنين، وبعد كده يقاتلوا مويو مع بعض علشان يقدروا عليه. كان مويو واقف مع الطبيبة باي بيتكلموا وبياكلوا حلويات، وحس إن الخطر بيقرب منهم، فسألها إمتى القائد الأعلى هيقدر إنه يسترد قوته بالكامل. قالت له إنها محتاجة حاجات للعلاج زي 18 شمعة و20 مراية برونزية علشان تبدأ في العلاج على طول. ادالها مويو سيف نادر جدا هدية ليها وطلب منها تستخدمه وقت الحاجة ليه. ومن ناحية تانية بنشوف رابط وهي مجروحة وفاقدة وعيها بعد ما اتجرحت جروح عميقة من أسلحة ليانيو، لكن في الآخر صعبت عليه وتعاطف معاها وشالها وأخدها على فندق وحجز أوضة علشان يعالجها فيها، واستخدم قوته ومهاراته عليها علشان يخلصها من السم اللي في جسمها، لكن ما كانتش بتفوق. وعرف سوتشانجي بوجودها فرح لها وكان عايز يأذيها،
بس ليانيو منعه وقال له انه لو قرب منها هيأذيه، وطرده من الأوضة. ولما بص على رابط لقاها فايت وكان سعيد جدا بيها. في الوقت ده كان مويو حضر كل طلبات الطبيبة باي، وبدأت علاج القائد الأعلى على طول، وهو نادى على كل فريقه من الحراس وكان اختارهم وطلب منهم يخلوا بالهم كويس ويدافعوا عن القائد الأعلى بكل اللي يقدروا عليه. وراح للطبيبة باي واطمن عليها على علاج القائد الأعلى وقالت له إن كل حاجة هتبقى تمام. سابها وراح يتمشى ولقى سلاح الحارس اللي طرده مكسور ومرمي في الأرض، وعرف إنه مات ولام نفسه، وقال إن السبب في اللي حصل له لأن هو اللي طرده. وافتكر لما كان كبير عيلة سو هيحكم على الحارس بالإعدام، جاله مويو وقال له إنه محتاجه من ضمن فريقه علشان ينقذه، وطبعا محدش يقدر يعترض. ومن يومها والحارس ده جنبه وبيحميه وبيدافع عنه. وفضل مويو يعيط عليه، فلقى سو تشانج جاله فقال له إنه من يوم ما أقسم بحماية القائد الأعلى وهو واخد عهد على نفسه ومش عارف يخلفه، فقال له سو تشانج إن كان في عهد بينهم هما كمان وهو دلوقتي بيخلفه. وفضل يضربه ومويو يهرب منه. ما كانش حاسس ان مقاتلين العائلات اقتحموا قصر عش العنكبوت وبيهربوا من تشكيل الصمت وباقي الافخاخ الموجوده. وما كانش حاسس ان مقاتلين العائلات اقتحموا قصر عش العنكبوت وبيهربوا من تشكيل الصمت وباقي الافخاخ الموجوده من ناحيه، ومن ناحيه تانية بيقاتلوا الحراس المحترفه. وكانت باي في الاوضه مع القائد الاعلى بتحافظ على التشكيلات الموجوده وبتكمل علاجه. وراح سيد قصر عش العنكبوت وقف على باب الاوضه علشان يحميه. وكل ده كان مويو بيتكلم مع سوتشانجي، وفي الاخر عرف منه موضوع الهجوم المشترك، فجري مويو على قصر عش العنكبوت علشان يحمي القائد الاعلى. وراح معاه سوتشانجي وقال له ان طول الوقت طريقهم كان واحد. اما باي فكانت حريصه انها تكمل علاج القائد الاعلى واستخدمت تقنيه فصل الروح علشان تمد القائد الاعلى بالقوه اللي محتاجها، لكن للاسف وقعت في عالم الاشباح وتاهت روحها فيه. هجمتها هناك الاشباح وفضلت تهرب منهم لحد ما وصلت لقريه مهجوره، ولقت القائد الاعلى قاعد مع شخص مش باين هو مين. نصحوا القائد الأعلى إن بعد ما يخرجوا من العالم ده لازم يبعد عن النهر المظلم ويروح يدور على زوجته وأولاده. فقال له الشخص ده إنه اكتشف إنه أكبر مشكلة لعيلته علشان كده مات بعيد عنهم. وكانت باي عايزة تعرف مين هو الشخص ده فقربت إيدها منه. وفي العالم الحقيقي كان مويو أخيرا وصل للقصر وفي وش المبارز اللي ما كانش حد من كل الموجودين قادر عليه. وحاول المبارز سيفه الحجم أكبر مليان بالأهداب الجليدية وفي هاجم بيه مويو. طلع مويو المظلة بتاعته وصد بيها كل هجماته واستخدم تقنية الألف سيف وحوطه بيها وهدده يا يستسلم يا هيكون مصير الموت. وفي سوتشانج قال له انه يعرفه وانه اشهر مبارز وموهبته دايما الكل بيتكلم عنها وعلشان كده لازم يبعد عن مويو والا هيخسر موهبته وحياته. بس المبارز رفض انه يستسلم وفضل يحارب، وكانت النتيجة ان مويو طعنه بسيفه في كتفه. فاستسلم المبارز وقال له انه هيسيب النهر المظلم ويختفي للابد وسابه ومشي. كانت شوي في الوقت ده استخدمت بخور ونيمت الكل وطلعت ترياق نادر وقدمته لمويو عشان ينقذ بيه الطبيبة. قالت له انها محاصرة في احلام القائد الاعلى ولو ما ماتتش فهتموت هي كمان. وكانت مويو فعلا جوه الوهم عايزة تعرف مين الشخص اللي معاهم لحد ما شافت العلامة اللي في رقبته واتأكدت ان والدها. وكان القائد الاعلى شايفها فقام بسيفه وكان عايز يموتها، ولما حاولت تفهمه انه بيحلم وان كل ده مش حقيقة ما صدقهاش وفضل يطاردها بسيفه. قالت باي انها لو ماتت في الحلم فهتموت كمان في الواقع، وفضلت تدور على مخرج لحد ما خرجت من الحلم. خرج معاها القائد الاعلى بس كان كأنه لسه بيحلم وذكرياته القديمة هي اللي مسيطرة عليه لدرجة انه ما كانش عارفها واتهمها بالخيانة. حاولت تهرب او تفهمه الحقيقة لكنها ما عرفتش، وكل اللي عرفت تعمله انها تفتح الباب وتهرب. بعدها مويو عنه ووقف يحاول يهدي القائد الاعلى بسيفه، وجري باي على جرس طلب المساعدة وضربته. فجري كل حراس قصر عش العنكبوت عليها، لكن القائد الاعلى هاجمهم كلهم ووقع بعدها من التعب. وجي مويو يساعده ووقع هو والطبيبة باي في حفرة ممر سر عميق في الارض. فسممت شوي الحفرة وقفلت عليهم وراحت للقائد الأعلى علشان تقتله، بس اللي ما كانتش تعرفه إن استرد صحته وهاجمها هي وكل المقاتلين اللي كانوا عايزين يقتلوه. وبنشوف مويو اللي أول ما شاف الزهرة السامة طلع مضاد للسموم وقدمه لباي، فقالت النوع ده من السموم مش بيأثر فيها، وبدأوا يدوروا على طريقة يخرجوا بيها. ونجح مويو إنه يفتح طريق تحت الأرض مشوا فيه، بس كان مجروح جرح قوي. فعالجته باي، قالت له إنه ممكن تكون دي فرصته علشان يبدأ من جديد في مكان بعيد عن كل الصراعات، بعيد عن الحياة اللي كان عايشها، والقائد الأعلى يختار كوي جديد. وبعد ما فكر مويو في كلامها حس إن دي فرصة الحياة اديتها له ومش لازم يضيعها. ودي كانت النهاية. لو عجبتكم ما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا إشعار بكل جديد بنعمله.